السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى نقوله بسم الله كده، جايبة كوارع بقى جميلة زي ما انتم شايفينها كده. غسلتها غسلة حلوة قوي بالليمون كده والملح، بس ما تحطيش خل عشان الخل بيزفرها. وقمت غليه لها مية كده زي ما انتم شايفين، وحطها وحطه ورق لوري وحبهان، وهنحط بشرة جوز الطيب عليها كده. طبعا اللي دي ايه اول كده طريقة في الكوارع. طبعا ديت هنعملها ايه، هتشوفوا هنعمل ايه تاني. هنا بقى غلت غلوتين كده في الميه ديت اللي عليها الحاجات اللي حطيتها دي، وهشيل الريم. غلوتين اتنين كده هتخلي لي بقى ايه الكوارع تطلع بقى الريم وكله في الميه دي. هنا بقى كنت حاطه لها ميه نضيفه تانية زي ما انتم شايفين وغلياها. خدت بقى الكوارع كده بعد ما غلت غلوتين من الميه دي اللي نزلت الريم بقى بتاعها، وكل حاجه بقت فل زي ما انتم شايفين. هنا بقى الميه بصوا شايفين هتبقى رايقه وجميله وزي الفل. دي الطريقة دي أحلى طريقة للكوارع يا جماعة. أما تحبي تعملي الكوارع اعمليها بالطريقة دي، لأن شايفين المنظر بتاع المية التانية عاملة ازاي. طبعا كانت هتبقى دي الشوربة، لا أنا مش عايزة كده. ولو إن أنا غسلاها حلو غسيل حلو قوي، بس هي لازم عشان فيها عظم لازم تنزل كده ايه زي ما انت شايفه كده، لازم تنزل اللون دوت. ليه بقى اللي بتنزل؟ طبعا العظم بينزل الريم اللي فيه وكده، بتدينا الميه غامقه. هنا بقى الميه بتاعتنا بقت رايقه وبيضه وجميله ازاي. هنحط بقى بصلايه على 4، وكده جزرايه قطعتها كبيره، وطماطمايه على 4. التحبيشه دي جميله يا جماعه. وهحط ورق لوري، وبرده هنحط حبهان، وهنحط بشرة جوز الطيب. بشرة جوز الطيب دي ليه بقى؟ بتخلي لي ريحة الكوارع جميلة وطعمها جميل. وطبعا الورق اللوري والحبهان والبصل والطماطم والجزر وكل ده، وفلفل اسمر. كده بقى مش هنحط الا الملح الا لما تستوى خالص، لان هي قعدت معايا 3 ساعات على النار. على حسب بقى الكوارع ما انت جايباها. لو كوارع صغيرة مش هتاخد 3 ساعات، انما دي كانت كرع كبير جايباه جميل كده، فهو خد 3 ساعات على النار. بس استوت بقت جميلة بصراحة، وكانت طعمها جميل. والمية التانية الغامقة دي طبعا هكبها. الطريقة دي أسهل طريقة وأحلى طريقة للكوارع بصراحة. أنا ما بقى الكوارع بحبها بالطريقة دي، إنما عشان أغسلها وأحطها في المية على طول وهي دي الشوربة لا. ما إنما كده تعملي شوربة رايقة وجميلة ونضيفة وزي الفل زي ما انت شايفة كده. هنا بقى نعمل استركنت بقى الحله بقى، وطيت عليها بعد ما غلت وسبتها بقى ايه تستوي براحتها. هنا بقى حطيت بقى 3 معالق زبده كده، وحطيت الميه بتاعت الرز عشان هنعمل رز ايه للفته بتاعتنا، فته الكوارع. هنا بقى غسله الرز غسله حلوه، كيلو رز دوت. عليه طبعا رز بلدي، عليه 4 كوبايات ميه عشان البنات اللي داخلين مطبخ جديد. انما انت عارفاكي شاطره. 4 كوبايات الميه على كيلو رز. وحطيت معلقتين الشاي الصغيره ديت ملح زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده الرز كده خلاص. الكوارع عملتها وحطيتها وطيت عليها وعملت الرز. هنعمله بقى ايه بقى؟ هنعمله طبعا ايه، التوم التوم هنحمروها كده زي ما انتم شايفين، مكعب زبده كده او سمنه اللي موجوده عندك، ومعلقتين توم مفروم كده. هتدقيه بقى تفرميه. هو انا حطيت معلقتين توم مفروم. هنحمرهم حلو بقى كده، يبقى لونهم ذهبي حلوين قوي، لغايه ما يبقى اللون بس جميل بتاعهم. اول ما يبقى اللون ذهبي كده هنحط بقى الخل بتاعنا. طبعا انت على حسب ما الكميه اللي هتعمليها. انا كنت جايبه ما شاء الله يعني ربنا يبارك يا رب وصحه وعافيه اللي كل. كنت جايبه كرع كبير جميل، وكان ابيض زي القشطه بصراحه. وانا غسلت فيه غسيل بقى، انا في الحاجات دي بقى صعبه شويه، بقى غسلت فيه غسيل جامد قوي. وكمان شفته عملت له الميه مرتين، يعني كان حاجه كده نضيفه وجميله. هنا طبعا التومه اتحمرت كده بقت لونها ذهبي. حطيت الخل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وهنحط شويه فلفل اسمر. ليه بقى؟ انا بزود بقى بعد كده اما يغلي التوم ده مع الخل كده شويه، بحط بقى شوربه، حبه شوربه كده، مغرفتين شوربه على التومه ديت بالخل، عشان تبقى خفيفه ما تبقاش مزه قوي. هنا خلاص بقى كده كنت حطيت عليها الشوربه كده وخلاص. هنا هنعمله بقى الصلصه. طبعا انا بعمل صلصه برضو، بقلي التومه وبحط عليها برضو زي ما انتم شايفين. بص قليتها معلقه تومه بس كده، وحطي عليها عملت 3 طماطمات كده، 3 حبات طماطم في الخلاط، وحطيتهم عليها طشيتهم بيها كده. هنحط ملح وهنحط فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنحط بقى حبه خل صغيرين، مش هكتر الخل بقى لان انا عامله الدقه التانية بالخل. حتى خل عليها ياما، دي حطيت بس نقطه صغيره. وحطيت الطماطم ومعلقه صلصه زي ما انتم شايفين تديني لون حلو كده وتست عالي. طبعا هنا في المطاعم بيعملوا الصلصه كده والخل والثوم دوت. اللي عايز يحط من ده يحط من ده.
انا بقى عملتهم كده الاتنين. اللي عايز بقى يحط من ده الصلصه يحط، عايز يحط من الخل بس والثوم يحط. هنا بقى بصوا خدت التيست بقى دي، والتكايه دي جميله قوي يا جماعه، جربوها كده. خدي بقى بعد ما تعملي التقليه كده بالتومه كده والخل، خدي معلقه وحطيها على الشوربه كده، الكوارع هتشرب منها وهي بتغلي كده، والشوربه هتبقى طعمها جميله بتاعتك. التكايه دي بتديكي طعم جميل. هنا بقى جبت العيش البلدي بتاعنا العادي، وقطعته كده بالمقص كده مربعات زي ما انتم شايفين، المقص بتاع المطبخ. وحطيت زيت كده، كان زيت ذرة كان عندي وعملته فيه. بصوا مسافة ما تحطي العيش، ولا تقولي لي بقى عيش جايباه ناشف جاهز ولا الكلام ده، لا اعملي العيش المحمص ده جميل في الزيت، وما بيشربش زيت على فكرة. بصوا شايفينه ما شربش زيت مني وجميل. بمسافة ما تحطيه في الزيت هيتحمص بسرعة بطريقة سهلة خالص وبسيطة. وبصراحة كانت الفتة العيش ده خلالها طعم يا جماعة، وتست عالي وطعم روعة الحقيقة يعني. جربوا بقى طريقة الكوارع دي والحاجات اللي عملتها دي، هتاكلوا فتة كوارع، هتدعوا لماما ليلى بقى وتقولوا ايه، ربنا يخليكي يا ماما ليلى. شايفين العيش بيتحمص بسرعة ازاي، ما قطعتش انا يعني، التصوير مستمر. ليه بقى؟ لما مسافة ما بحط العيش بيتحمص بسرعة، ما بياخدش اي وقت. والعيش ده على فكرة ممكن تعمليه في العادي كده وتتسلوا بيه كده جنب اي حاجة، او وانتوا قاعدين زي الشيبسي، وتحطي عليه كمون كده، ترشي عليه كمون وشعرة فلفل اسمر وشعرة ملح صغيرة، او تفركي ماجي كده مرقة ماجي وترشيها عليه وتقلبيه، هتاكليه كده جميل. وجنب فطار بقى، جنب غدا، جنب حاجة، بصراحة طعم العيش كان تحفة يا جماعة. بس اهم حاجة يكون الزيت ابيض، يعني مش عايزين زيت الغامق، يكون زيت ابيض شوية. هنا خلاص كده خلصت العيش بتاعنا، دولت كانوا 3 ترغفة كده يا دوبك على الصينية دي، جميل قوي. هنا بقى نحط بقى طبعا الحاجة بقى على العيش، هنحط الرز بتاعنا على العيش. الرز جميل مفرفر وجميل زي ما انتم شايفينه كده، الرز ابيض عادي خالص، لان هي الفتة بتعمل رز ابيض عادي خالص. ما ينفعش طبعا الفتة دي بتاعتي دي ما ينفعش فيها ولا رز بسمتي ولا رز بشعريه ولا الكلام ده، هو رز ابيض. طبعا انتي شاطره وانا عارفاكي، بس طبعا انا بتكلم عشان البنات اللي لسه داخلين مطبخ جديد، او لسه عرسان جداد يعني. هنا حطيت الرز بقى بتاعنا، طبعا على حسب ما بتحبي الرز ياما او شويه حطي. خلاص كده حطيت الرز بتاعنا كده وسويته. هنحط بقى ايه، الشوربه بتاعتنا بقى والكوارع بتاعتنا فوق. اللي على فكره لو الكوارع دي عايزه تحطيها في الفرن وتعملي لها خلطه بالبصل كده والطماطم وتحطيها في الفرن، او عايزه تحمريها على النار حمريها. بس احنا بنحبها الطريقه دي، لان انا الطريقه دي انا بشبعها بالخل والثوم بقى والصلصه فوق بكده، بتديني طعم جميل. وانا زي ما قلت لكم كده، زي ما انتم شفتوا، انا حطيت معلقه خل وثوم في الشوربه، الكوارع شربت منها كده، والشوربه بقت طعمها زي العسل بصراحه. والله يا جماعة كان حبة كوارع كده طعم، والشوربة والفتة بالعيش المحمص ده جميل جميل والله. صحة وعافية، كانت أكلة جميلة تستاهل بقكم بصراحة. هنا هنحط بقى الشوربة، طبعا الشوربة عشان تغطي بس يا دوبك العيش كده والرز كده، عشان العيش يشرب منها كده وتبقى جميلة. وما العيش شرب الشوربة بتاعتنا بقى برضو طعمه جميل، يعني حاجة روعة بصراحة. هنا خلاص بقى حطيت الشوربه، غطيت زي ما انتم شايفين العيش والرز. هنا بقى بحط بقى الطشه بقى اللي هي بالثومه والخل كده عليه. بشرب الكوارع منها كده، وبشرب الرز والعيش وكله الفته بتاعتنا. وهنا بقى الصلصه فوق الوش. طبعا الصلصه دي اختياري، لو عايزه تحطي صلصه لوحدها، عايزه تحطيها زي ما انا حطاها كده حطيها، او عايزه تحطيها في السلطانيه كده جنب الاكل، اللي عايز يحط منها يحط. انا عملتها بالطريقه دي. ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش اللايك يا جماعه، وتقولوا لي ايه رايكم.